قبل ما يبدا عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا احمد رمضان وانت ما تعرفنيش بلخص انمي. بص انت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف اقوى واجمد ملخصات الانمي. يلا بينا نبدا. روح اشتركوا في قناتي التانية يا ابطال وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك اقوى ملخصات الانمي وهننزل حاجات كتير الفتره الجايه يا ابطال باذن الله، وانا واثق انها هتعجبكم. عرفنا في الموسم اللي فات لما كانت ميان بتصنع الكتب مع الايتام، وكمان كانت بتودع اهلها عشان هتعيش في الكاتدرائيه في الشتاء اللي جاي، وكانت زعلانه انها هتسيبهم. ولو ما شفتش الموسم التاني فاحنا نزلنا ملخص كامل موجود في القناه، هسيب لك الرابط تحت في الوصف. ويلا بينا نبدا ملخص الموسم التالت. بيبدا الموسم التالت وبتحكي مان ان موسم الخريف قرب ينتهي، والفتره دي بيروح الفلاحين يبيعوا المحاصيل اللي جمعوها في السوق، وفي نفس الوقت بتكون ميان بتتخلص من جزء من المنى بتاعتها عن طريق الدرع، وبيساعدها فين في ده. بيطلب منها كبير الكهنه انها تحتفظ بالمنى بتاعتها لان مراسم تكريس المنى قربت، عشان كده عايزك تحفظها لحد ما يجي الوقت ده. بترد عليه حاضر هعمل كده، وبيسالها جهزت الاقامه الشتويه هنا ولا لسه. تتوتر مان من السؤال لان شكلها كده ما خلصتش كل المطلوب منها. بتكلم وبيقول من نظراتك دي شكلك كده ما عملتيش اي حاجه، عايزك تخلصي كل اللي وراكي عشان التلج قرب ينزل، ولو ما قدرتيش تيجي هنا وحصلت عاصفه ثلجيه ده هيسبب مشكله كبيره لينا. حاولي تنهي كل الاعمال اللي وراكي بسرعه. بتشوف الايتام لسه بيصنعوا في الكتب وبيخيطوها بالطريقه اللي علمتهم توري عليها. بيقول لوتس لمان انهم يقدروا يصنعوا 80 كتاب لحد دلوقتي. بترد عليه ده كافي جدا، وبتكلم لوتس ما تقلقيش هنصنع كل العدد ونبيعه قبل الاقامه الشتويه بتاعتك في الكاتدرائيه. وبتكون مان زعلانه انهم هيبيعوا الكتاب المقدس للناس، وبتقول دي غلطه السيد بينو، هو اللي اصر اني اعمل كده. وبتفتكر مان السيد بينو كانت بتحكي له انها هتقيم في الكاتدرائيه في الشتاء. بيقول انت هتحتاجي تاخدي هدوم كتير معاكي، اشتري القماش اللي هتوزعيه من المحل بتاعي واطلبه من امك او اختك تخيطه ليكي. بترد عليه للاسف مش هقدر اجيبه لاني مش معايا فلوس كافيه. بتزعق فيها لازم تجيبي هدوم عشان ما تتعبيش ويجيلك حمى، وطالما مش معاك فلوس لازم تبيعي الكتاب المقدس اللي عملتيه. بتتضايق مان جدا من السيد بينو، وبيروح السيد بينو مع لوتس ومان لنقابه التجار عشان يخلص كل اجراءات بيع الكتب. وبتقابل مان هناك فريده وبترحب بيها وبتسالها مان اخبار بيع الكيكه الاسفنجيه ايه. بترد عليها كل حاجه ماشيه تمام الحمد لله. بتسالها فريده لو عندك اي وصفات جديده ممكن اشتريها منك، وبتعرض مان الكتاب بتاعها عليها وبتعجب بالكتاب، وبتسالها ايه سعر الكتاب ده، وبتعصب بينه وبيقول ثمنه قطعه ذهبيه واحده و8 فضيه. هتشتري؟ بترد على ايوه هشتري، دي صفقه حلوه قوي بالنسبه لاخر الصفقات عملتها. وبعدها بيمشوا من نقابه التجار، وبيقول بينو فريده دي مزعجه قوي بس الحمد لله على الاقل هنعرف نبيع الكتب دلوقتي. بنرد شخص على ميان من وراها وبتكون عارفاه واسمه يوهان، وبيكون حداد متدرب. وبيساله بينو انت عايز ايه؟ بيتكلم لو سمحتي ممكن تكون الرعايه بتاعتي. وبيقعدوا مع بعض وبيتكلم يوهان انا السنه الجايه هعدي سن ال 18 عشان كده محتاج حد يدعمني ماديا ولازم اصنع اللي يحتاجه الراعي بتاعي خلال سنه. بيعرفها بينو ان المتدربين لازم يعملوا كده قبل بلوغ سن ال 18 ولو نجحوا هيبقوا حدادين محترفين. بتقول مان انت ماهر قوي يا يوهان، اكيد هتلاقي راعي ليك بسهوله. بيتكلم يوهان الزبائن عندي مش بيعجبهم شغلي لاني ببقى دقيق في كل كبيره وصغيره. وتفتكر مان لما كانت معاه وجابت له نموذج من ادوات عشان يصنعها ليها عشان تكمل تجميع الكتب، كان دقيق قوي في كل تفاصيله وكان عايز يعرف كل حاجه بالظبط. تحكي مان بس الدقه بتاعتك دي ساعدتني ان اصنع ادواتي بالشكل الصح. برد عليها انت الوحيده اللي بتقولي كده عن شغلي وعايزك تكون الرعايه بتاعتي، بترجاكي تقبلي وهعمل لك اللي انت عايزاه. بقول بينو مان لسه صغيره مش هينفع تكون الرعايه بتاعتك من غير اذن امها وابوها او اي حد من الموصيين عليها. بتكلم يوهان يعني كده طلب مرفوض ولسه يمشي وهو زعلان. بتتكلم مان وبتقول له استنى، وبتقول لبينو لو معايا شريك في التوقيع مش كده ينفع اكون الرعايه بتاعته. وبيسالها السيد بينو انت بتخططي لايه؟ بترد عليها انا عايزه من يوهان يصنع حاجه احتاجها. وبتكلم بينو يا ترى ايه الحاجه دي؟ بتقول احتاج منه يصنع احرف معدنيه مطبوعه. بتحكي مان بفضل صناعه الاحرف دي ممكن يخلينا نصنع كميه كبيره من الكتب، وكمان اتشهرت طباعه الاحرف بسبب الاحرف المعدنيه دي، وكمان دي الخطوه الاولى من احلام وطموحاتي. بتقول ميان ليوهان لازم يكون حجم الاحرف المطبوعه دقيقه ولازم يكون في نفس الطول، ولو قدرنا نجمع 50 حرف صوتي و20 حرف ساكن ده يكون كافي قوي. وبيتكلم لوتز لو مش هتقدر تعمل اللي بتقوله ميان من الافضل انك تمشي وتروح تدور على راعي تاني في اي مكان عن هنا. وبتتكلم ميان العمل ده يحتاج دقه وهيبقى في حاجات كتير لازم تصنعها، ايه رايك هتقدر تعملها ولا لا؟ برد عليها هعمل كل اللي تطلبيه مني بس بترجاكي تقبل تكون الرعايه بتاعتي. وبتوافق ميان وبتقول للسيد بينو يسمح لي يكون الشريك بتاعها لان السيد بينو يعتبر حد من الموصيين عليها، وبيدي الاذن ليوهان انه يكون واصي عليها برضه. وبيفرح يوهان قوي بيقول بشكرك لانك اب متفهم. بتزعق مان والسيد بينو في نفس الوقت، وبتقول ميان هو مش ابويا، والسيد بينو بيقول هي مش بنتي. بيقول له يوهان السيد بينو مش متجوز اصلا. وبتكلم بينو لو كانت بنتي كنت ربيتها ما جايتش هتطلع غبيه زي ما انت شايفها كده. وبترد عليه لو انت كنت ابويا كان زمان هربت من البيت وما كنتش ارجع تاني. وبيستغرب يوهان منهم لانهم عمالين بيتشكلوا ولوتس عمال يضحك.
وبترجع مان البيت وبتكون امها وتوري صنعوا هدوم ليها وبتفرح مان بيهم جدا وبتكلم امها اصنع كمان كميه منهم ليكي قبل ما تبدا الاقامه الشتويه في الكاتدرائيه. وبيجي الاب من شغله وبترحب بيه ميان وبيجيب لها هديه معاه وبتكون فواكه متنوعه وبتفرح مان بيها وبتشكر ابوها وبتقول توري اشترى منها امبارح ليها برضه. ابوها بيدلع مان قوي. بترد عليها الام بيعمل كده عشان مان هتبعد عن البيت في الشتاء ومش هيقدر يشوفها فتره. وبعد كده بتحكي مان اتعرض الكتاب المقدس في شركه جيلبرتا وبدا يشتري نبلاء الاغنياء. هو بيكون في شخص غريب في المحل بيساله الشخص اللي بيشتغل هناك ورد عليه وقال له ايوه هشتريه. وبعدها بيروح مكان وبيدي الكتاب ده لشخص لسه ما نعرفش اسمه لحد دلوقتي وبيقول ده حبر. وبيتكلم الشخص اللي جاب الكتاب طفله من شركه جيلبرتا بتعرف ازاي تصنع الحبر ده. وبيحكي الشخص ده ان مان راحت لواحد تطلب منه حبر زيتي ورد عليها الراجل في نوع واحد من الحبر. وبترد عليه مش بتصنعوا اي انواع تانية من الحبر؟ بيرد انواع تانية مفيش غير نوع واحد بس. وبترتبك مان لانها شكلها بدات تلفت الانتباه لها مره تانية. وبتروح مان لسيد بينو وبقول نقابه الحبر عرفت ان احنا بنصنع الحبر وعايزه تشتري الطريقه. بترد علينا بفكر نبيع الطريقه وكمان ما عندناش نصنع حبر بعد كده. اكيد انت مش عايز حد يبقى عدو ليك يا سيد بينو. بيوافق السيد بينو وبيجي لوتس وبيقدم الشاي ليهم. بيقول السيد بينو انت محتاج تتعلم حاجات كمان عشان تصنعه بالشكل المناسب. بتراضي ميان وبتحكي بدا يتحسن شويه طعمه حلو يا لوتس شكرا ليك. وبيدخل ماركو بيقول في حد من نقابه الحبر جه عشان يقابلك يا سيد بينو. بتكلم بينو روح دلوقتي يا مان وقابل كورينا وكمان رئيس نقابه الحبر ليه علاقات كتيره مع النبلاء لازم تتجنبي وتبعد عنه. بتروح مان لكورينا وبتكون جهزت ليها اللبس الجديد بدل اللي اتقطع بسبب الترومب اخر مره. بيقول السيد اونو لمراته لازم ترتاح لانك حامل. وبتعتذر منه ميان انها طلبت منها شغل. وبتزعق كورينا ما ينفعش تحرجني كده قدام الزباين. برد عليها خلاص ما تزعليش عشان الطفل اللي ببطنك. وفي مشهد تاني بيوقع رئيس النقابه الحبر على العقد وده بيكون الشخص اللي سال على البنت اللي سالت على انواع تانية للحبر. وبيطلب السيد بينه من لوتز ياخد العقد ده ويطلع بيه فوق لميان عشان توقع عليه. بيروح لميان بالعقد وبيتوقع عليه وبيقول الحمد لله انك ما كنتش موجوده تحت ان رئيس النقابه كان عايز يشوفك. وقال كمان الشخص اللي قال طرق مختلفه لتصنيع الحبر كان طفله لو كانت موجوده فهاتوها ليا. وكمان مش عاجبني نظرات عينيه وبيخليها تكمل توقيع للعقد. بيكون لوتس ماشي في الطريق وفجاه بيظهر قدامه شخص مش عايزه يعدي وبيحاول لوتس يجري لكن الشخص ده بيمسكه. وبيروح السيد بينه لميان وبيقول لها لوتس اتشاكل مع شخص غريب شكله كده من نقابه الحبر. تساله ميان لوتس بخير دلوقتي؟ رد عليها ايوه بخير وماركو بيوصله البيت دلوقتي. لازم تستني هنا لحد لما يجي شخص وياخدك من هنا. وبيجي والد ميان وتوري عشان ياخدوها. وبيحكي سيد بينه لوالدها عن اللي حصل للوتس ونقابه الحبر. بيقول انا ما اعرفش لحد دلوقتي عايزين ايه من ميان فالافضل ليها تقعد في الكاتدرائيه مش هيقدروا يوصلوا لها هناك. وبيسالها ابوها هتعملي ايه يا مان؟ بترد عليها انا مش عايز اسيبكم بس هندم لو حصل اي حاجه ليكم عشان كده انا موافقه اروح الكاتدرائيه. بيوصلوا الكاتدرائيه وبيقابلوا فان وبيعرفوها على اللي حصل وبيقول انه يحكي لكبير الكهنه. وبيطلب فان من مان انها ما تقولش حاجه لديليا بسبب انها لسه بتحكي لرئيس الكهنه على كل حاجه هي بتعملها. وبيطلب والد مان من فان انه يهتم بيها وياخد باله منها. وبيقول لمان ما تعمليش اي مشاكل واحكي لكبير الكهنه على كل حاجه. تكلم توري هنيجي نزورك من وقت للتاني. وبتحضن مان وبتكون مان حزينه لانها تسيب اهلها. بيطلب كبير الكهنه من فان لازم تبقى حريص ان مان ما تخرجش من اوضتها لحد لما نلاقي اي معلومات جديده. وبيطلب فان منه ان اهل مان عايزين يبقوا يجوا يزوروها. وبيوافق كبير الكهنه. وبتقول مان لجيل ديليا انها تبقى في الكاتدرائيه من النهارده. بتسالها ديليا عن السبب. بترد عليها مش هعرف اقول حاجه دلوقتي هقول بعدين. بيكون اهل مان زعلانين ان مان سابتهم وراحت الكاتدرائيه. بتقول توري يا رب تبقى بخير يا مان. وبتقعد مان على السرير وبتفتكر لما كانت بتنام مع اهلها وبتبقى حزينه وبتفضل تعيط. بيكون ولد مان واقف على الحدود الجنوبيه وبيكلم نفسه هحمي بنتي من اي حد حتى لو كان من نبلاء. بقابل رئيس نقابه الحبر راجل غريب ما نعرفوش لحد دلوقتي. وبيقول انا هنفذ اي حاجه تأمرني بيها بس ده طلب صعب محتاج شويه حاجات عشان نعمل المهمه دي. بيدي الراجل الغريب ليه كيس مليان قطع ذهبيه وبيضحك رئيس النقابه ضحكه فيها خبز. وفي مشهد تاني بيكون مان لسه صاحي من النوم وبتقوم تشيل الستاره من على الشباك. بتيجي داليا وبتقول بتعملي ايه ما طلبتش حد مننا يجي يفتحوا مكانك ليه؟ بتقعد مان لوحدها وبتكون حزينه جدا لانها مش مع اهلها. وبتروح بعدها تحضر درس الموسيقى عند روزينا. بعد ما بتخلص الدرس بتقول هروح اساعد كبير الكهنه. وبتدي لارشبيلي فان وبيحكي ان كبير الكهنه بيطلب منك ما تخرجيش بره اوضتك تحت اي سبب من الاسباب لحد ما يعرف شويه معلومات عن نقابه الحبر وعايزين منك ايه بالظبط. وبتزعل ميان لانها مش هتقدر تروح المكتبه عشان تقرا كتب. وبيطلب فان من ميان انها تفكر مين اللي عايزاه يطبخ ليها. وبيقول خدي وقتك عشان تفكري في الموضوع. وبتظهر داليا وبتقول لميان ممكن تعلميني ازاي احل المسائل الحسابيه. وبتوافق ميان طبعا عشان عايزاها تعمل اي حاجه تلهيها. وبتعلمها ميان ازاي تحسب. وبتقول داليا انت استاذه شاطره قوي شكرا بجد. وبتحكي ميان طالما كده بقى ايه رايكم اني ابقى مدرسه في فصل الكاتدرائيه. وبيسالها فان ايه الفصل ده؟ بترد ده بيبقى مكان للناس بتتعلم فيه القراءه والكتابه. وبتفكر في نفسها لو علمت الناس ازاي تكتب فده ممكن يخلينا نصنع كتب كتير وهتعجب بيها كل الايتام هنا. وبتكلم جيل احنا عندنا كتب مصوره كتير فالمعظم هنا بيعرف يقرا حلو. بترد ميان بس لازم كلهم يتعلموا ازاي يكتبوا وده كده هيجيب لك فرص شغل كتير سواء كان في
في الميتم او حتى فرشه الحداده. بقول يعني هعرف اكتب التقارير لوحدي؟ بترجاك يا مان علميني الكتابه. بترد عليها اعلمك كل حاجه بالتفصيل ما تقلقش. وبعدها بيجي لوتس عشان يقابلها وبتقول انا وحشني بيتي قوي وعايز اشوف اهلي وحاسه نفسي وحيده هنا. برد عليها ما عداش غير يوم واحد بس. هو انت لحقتي؟ وبيكون جيل متغاظ لان مان بتعتمد على لوتس على كل حاجه وبتجتمع مع الخدم بتوعها وبيقرروا يعملوا ورق الكوتشينه والشطرنج من الخشب بدل الورق عشان مش هيقدروا يصنعوه في الشتاء. وبينافس جيل لوتس مع بعض في الكتابه وبتكلم جيل ما كنتش شخصا لو معاه دفتر ملاحظات زي لوتس. بترد مان لما يجي الربيع هجيب لك واحد لانك اتعلمت ازاي تكتب وتحسب. وبيفرح جيل جدا وبتكلم لوتس ان اروح اعمل جوله في ورشه بتصنع ورق البردي في المدينه اللي جنبنا الربيع الجاي. بيفتكر مان لما كانت سالت لوتس ايه هي اهدافك؟ برد عليها نفسي اسافر مدن تانية وابقى تاجر متجول واشوف العالم كله. وبنرجع تاني وبتقول مان حلمك ابتدى يتحقق يا لوتس. وبيمشي لوتس من الكاتدرائيه وبيودعها وبيلاحظ غيل ان مان زعلانه وبيسالها مالك. بترد اصل انا كنت متعوده اعيش مع اهلي. وبيفتح غيل ايده وبيقول لها احضنيني زي ما بتعملي مع لوتس. بيزعق فان ده مش مسموع يا غيل، دي السيده بتاعتك انت بتشتغل عندها وانت مش زي لوتس. وبيزعل غيل وبيقول ماشي. وبيكمل فان كلامه انا عارف يا ميان انك حاسه بالوحده لانك بعيد عن اهلك بس لازم برضه تسيبي مسافه بينك وبين الخدم بتوعك. وبتزور توري ميان بس برضه بتبقى لسه زعلانه ان مامتها ما جاتش معاها. بتقول ميان بس انا فرحانه انك جيتي. وبتتكلم توري تعالى وانا احكي لك قصه زي اللي مامتك كانت بتحكيها ليكي على طول. وبتحكي لها القصه وبعدها بتمشي توري وبتودعها ميان وبتقول لها بتعالي زوريني في اسرع وقت ممكن. وبعد ما بتمشي بيظهر على مان الزعل تاني وبتروح تقعد في الجناح بتاعها. وبيجي فان وبيقول انا عندي رساله من كبير الكهنه عايزك تسلمي اللبس الازرق اللي صنعه السيد بينو لكرسيديد لما يجي. بترد عليه تمام هعرف لوتس واخليه يقول لي السيد بينو. وبتطلع مان فوق تاكل وبتفتكر لما كانت بتقعد مع اهلها على الاكل وبيقولوا ليها طبخك حلو قوي يا مان. وكمان بتفتكر طريقه حبهم ليها وبسبب كده بتفضل مان تعيط وبتكمل اكل. وبيجي الليل وبتقول مان لما البرد كان بيزيد كنت بفتكر بيتي ولما بيجي اول يوم الدنيا بتنزل تلج فيه بيروح السيد بينو للكاتدرائيه عشان يزورها ويسلم اللبس الازرق لكبير الكهنه. وبتفرح مان لما بتشوفه وبتحضنه وبترحب بيه. بتتكلم مان شكل وشك مصفر هو انت متوتر من ايه؟ برد عليها قابل كبير الكهنه وواحد من النبلاء دماغه وجعاني بسبب التفكير في الموضوع مش عارف اعمل ايه. بترد ميان مع ان انت بتبقى عادي لما بتقابل حد من رؤساء النقابات وكمان بتتشاكل معاهم على طول. برد عليها في فرق ما بين الاتنين ده كبير الكهنه برضه. بتقول له ما تقلقش ده كرسيديد طيب قوي. بتكلم انت غبيه مستحيل يكونوا جايبيني هنا عشان اسلم اللبس الازرق بتاعك اكيد عايزين يجمعوا معلومات عنك. وبيأكد مارك على كلام السيد بينو. وبيجتمع كبير الكهنه مع بينو وبيعرض اللبس الازرق بتاع ميان اللي هتلبسه في مراسم تكريس المانا. وبيعجب بيه كبير الكهنه وبيشكر بينو وبياخد فاني اللبس وبتبص مان عليه وفجاه بتشوف قدامها داميل الحارس اللي كان معاها لما كانوا بيقطعوا الترومبي اللي اعترف على تشكي كوزا انه عامل مان بطريقه مش كويسه. وبيقول كبير الكهنه كرسيديد وداميل كده تكون عقوبتهم انتهت. واحب افكركم عقوبتهم كانوا يشتروا لبس ازرق جديد لميان مكان اللي اتقطع. وبدات مان تعرض ورق الكوتشينه والشطرنج اللي صنعتهم على كبير الكهنه وبتكلم لو انت عايزه تبيعيه في المدينه ما عنديش اي مشكله في ده. بضغط كبير الكهنه على ده بتمنع اي حد يتصنت عليهم. وبتكلم مع بينو هو رئيس نقابه الحبر اسمه وولف مش كده؟ برد عليه ايوه صح. بتكلم كبير الكهنه لما عملت عقد معاهم بداوا يجمعوا معلومات عن ميان وكمان لوتس بقى هدف مهم برضه. بقول بينو انا جمعت معلومات عنهم قبل ما اعمل العقد عشان يدينا افضليه عليهم. لحد دلوقتي مش عارف هم عايزين يجمعوا معلومات عن ميان ليه حتى بعد لما مضيت العقد معاهم. بيسال كبير الكهنه ميان انت تعرف الراجل ده؟ بترد عليه لا ما شفتش وشه ولا اعرف اسمه حتى. السيد بينو كان باعتني لكورينا لما جه يوقع العقد. بقول كبير الكهنه ده احسن قرار عملته يا بينو. بتكلم كرسيديد ممكن يا بينو فده لما كان راح يمضي العقد فكر انك هترفض ومش هتوافق وعشان كده بدا يدور على ميان. بقول بينو انا سمعت اشاعات مرعبه عنه عشان يحصل على احترام النبلاء مستعد انه يقتل اي حد عشانهم بس مش متاكد من المعلومه دي لحد دلوقتي. كلم كبير الكهنه برايك كده هيعوز من ميان ايه بعد ما جمع معلومات عنها؟ برد بينو قيمه ميان هي قدرتها انها تصنع منتجات جديده ومعرفتها طرق صناعتها. ودلوقتي قدامه اما يخطف ميان عشان يعرف الطرق دي او ياخد حد من قرايبها كرهينه عشان تسلم طرق تصنيع المنتجات دي. وبيفكروا مع بعض وبيقول بينو لو حابسها بعد لما يخطفها. وبيكمل كبير الكهنه كلامه بس ده خطر على حالتها هتتصاب بالحمى وتموت خلال نص يوم من قبل ما ياخدوا منها اي معلومه حتى. بيفكر كريستيد بصوت عالي يبقى كده هياخدوا معلومات منها ويبيعوها لحد من النبلاء. وبتكون ميان مصدومه من اللي سمعته وبيطلب رئيس الكهنه من بينو يكمل جمع معلومات من خلال شغله وكمان ما يعرفش اي حد ان ميان موجوده هنا في الكاتدرائيه. وبيجتمع كبير الكهنه تاني مع مان وكريستيد وداميل. بيتكلم فرديناند الحاكم اصدر قرار باعدام تشكي كوزا اما بالنسبه للشعب مفكرين انه مات وهو بيأدي واجبه. وبالنسبه لداميل نزلت الرتبه بتاعته لمتدرب هيبقى الحارس بتاعك لحد السنه الجايه يا مان. وبتكلم كريستيد وصلت اخبار للنبلاء ان الكهنات المتدربين اللي زيك بيبقوا عندهم قيمه كبيره وعشان انت عندك مان عاليه الحاكم اداكي لبس ازرق. بعد لما النبلاء عرفوا انك اخدت اللبس الازرق هيبقوا عايزين يقربوا منك عشان ينالوا
ينالوا احترام الحاكم، ممكن يحرضوا حد يخطفك عشان يعملوا نفسهم انقذوك قدام الحاكم. بيحكي كبير الكهنه واحتمال حد من معارضين الحاكم يخطفك ويبيعك لحد من اعداء الحاكم، او ممكن يقول عنك انك بنته، واكيد عائلتك مش هتسكت على كده وهيضطروا يسكتوهم بالقوه. وبقول ده ميل شويه من النبلاء لسه بيكرهوا ميان ورافضين يعترفوا بانها كهنه متدربه من العامه وعندها كمان مانه قويه جدا، وحتى انا ما كنتش مصدق لحد لما شفتها. وكمان ام تشكي كوزه متضايقه جدا من ميان بسبب اللي حصل مع ابنها. بتكلم كاسيديد ممكن عشان تتهم منها تخطف حد من عائلتها او تقتلهم، ودي هتبقى مصيبه لو حصلت. والكبير الكهنه اسمعيني يا ميان، انت في خطر دلوقتي عشان انت تعتبر من العامه، عشان كده لازم حد من النبلاء يتبناكي. نبيل اللي هيتبناكي هو كرسيديد، هيقدر يحميكي من اي حد ومحدش هيقدر يتكلم معاكي من النبلاء بعد كده، وانا متاكد ان هيعاملك كويس. بس يا كرسيديد ميان، هتقبلي تكوني بنتي؟ بتزعق ميان انا برفض، وبتصدم كلهم. وبتكلم كبير الكهنه قصدك ايه بالكلام ده؟ وبتكون ميان استجمعت قوه كبيره من المانه وبتتعصب وعينيها بتتحول وبتقول انا عايز ارجع بيتي، مش عايز ابعد عن عيلتي اكتر من كده. بيطلب كبير الكهنه منها تهدى شويه، بيجيب حجر وبيحطه قدام راسها، بيقدر يجمع كل المانه منها وبيشيلها وبياخدها معاه للغرفه السريه وبيتكلم معاها. انا عارف ان مراسم التكريس قربت، بس انت حبستي كميه من المانه جواك يا غبيه. بتعتذر ميان منه وبيكمل كلامه، مش عارف انت زعلانه ليه مع انك شفت عيلتك قريب. بترد عليه انت السبب لما دخلت في ذكرياتي، ومجرد بس ان افكر ان مش هقدر اشوف عيلتي القديمه ده بيخليني مش عايز اسيب عيلتي الموجوده هنا اللي بتحبني، وبرضه لو خليت نبيل يتبناني فمش هقدر اشوف عيلتي تاني. بتسيطر عليها المانه تاني بسبب عصبيتها. بحاول كبير الكهنه يوقفها وبيحضنها، بيقول المانه عندك قويه زياده عن اللزوم، لازم تعرفي تتحكمي بنفسك. ده انت لو حد ضايقك بس وتغيرت مشاعرك وتعصبتي فده بيخلي اللي جنبك بيكون في خطر لانك مش عارفه تسيطري على القوه اللي عندك، وده ممكن يعرض عيلتك للخطر كمان. بترد ميان انا هبقى بخير طالما انا مع عيلتي، فبترجاك ما تبعدنيش عن عيلتي الموجوده هنا، انا مش عايز اخسر عيلتي تاني. بقول لها عمر الالتحاق ببيت النبلاء هو 10 ودلوقتي خليكي مع عيلتك لحد الوقت ده. وبتفرح ميان جدا وبتشكره، بس بيقطع فرحتها وبيتكلم من اللحظه دي مش هيحترم ارائك، وكمان لو عرفت انك خطيره او مضره لاي حد انا اللي هتعامل معاكي. افتكر الكلام اللي قلت ده كويس جدا. وبيشوف رئيس نقابه الحبر بيسال رجالته لسه لحد دلوقتي ما لقيتوهاش برضه، برد عليه للاسف مش عارفين مكانها خالص، مختفيه بقالها فتره. وبيبص رئيس النقابه بنظره فيها كره وانتقام. وفي مشهد تاني بيوصل دميل للكاتدرائيه لان المسؤول عن حمايه ميان لحد السنه الجايه، وبتعرف ميان دميل على الخدم بتوعها وبيرحبوا بيه. بتقول ده ليه طالما انت الحارس، وبتساله هو انت نبيل من الدرجه العاليه ولا لا؟ كمان انا سعيده لاني اتعرفت عليك. برد عليها لا انا نبيل بس من الطبقه العاديه، وانا ناوي نبذل كل جهدي عشان احمي السيده ميان. وبيفرح لوتس وتوري ان شخص نبيل هو اللي بيحرس ميان. وبتكلم لوتس انا هروح للورشه دلوقتي عشان عندي شغل كتير. بتقول توري وانا كمان هروح الفصل في الكاتدرائيه. بتحكي ميان ان توري بتحاول اقصى ما عندها عشان تتعلم القراءه والكتابه وتودعهم ميان. وبسالها دميل هتعملي ايه دلوقتي يا ميان؟ ترد عليه مفيش غير ان اروح اقرا شويه في المكتبه. وبتقول في نفسها طالما معايا حارس شخصي فده يخليني اقدر اروح اي مكان انا عايزاه. بيروح فين لميان وبيحكي لها ان المكتبه الجو فيها الوقت ساقعه، ولو فضلت هناك لفتره طويله ده هيأثر على صحتك وممكن تصابي بالحمى تاني. وبتكون ميان زعلانه لانها مش تقرا كتب. وبتكلم دميل عندي اقتراح، ليه ما نسالش فرنانداندو ونطلب منه يجيب شويه كتب للاوضه بتاعتها هنا؟ برد فان دي فكره كويسه قوي هنعمل كده اكيد. وبتعرف ميان دميل على الايتام وعلى باباها كمان. بتروح داليا غرفه رئيس الكهنه عشان تشوفه، وبتخرج جيني وبتقول هو مش موجود هنا. بتتكلم داليا تمام انا عايزك تعرفي بس ان ميان بقى عندها حارس شخص جديد. بنادي حد على جيني وبتخش بسرعه وبتقفل الباب وراها. بتكلم داليا نفسها يعني انا جايه كل المسافه دي وفي الاخر ما اخدش اي مكافاه. وتمشي ميان مع دميل وبيقول حد من الايتام ان الاوضه اللي هيتعمل فيها مراسم تكريس المانه موجوده تحت قسم النبلاء على طول. وبيخرج رئيس الكهنه وبتشوفوا ميان وبينحنوا كلهم قدامه، وبيقف قدام ميان وبيضحك وبعدها بيمشي على طول. وبتسال ميان كبير الكهنه هعمل ايه في مراسم التكريس بالظبط؟ برد عليها ده يعتبر واحده من اهم الطقوس اللي بتتعمل هنا في الكاتدرائيه. بص يا ستي هتاخدي الكاس ده وتمليه بالمانه اللي عندك، وده يحدد هيجي لنا قد ايه من الحصاد. بيتكلم عشان كده اعمل كل اللي اقدر عليه عشان اجيب كميه كبيره منه. وبيجي مراسم تكريس المانه وبتقول ميان نفس اللي بيقوله كبير الكهنه. وبتكلم كبير الكهنه كفايه كده جمعنا كميه كبيره ما كناش متوقعينها. تسالوا ميان احنا برضه هنملي كل الكويس دول بنفسنا؟ برد عليها للاسف ايوه بالرغم ان عندي شغل في حي النبلاء. بتقول ميان طب ليه مش كل النبلاء باللبس الازرق ما يتجمعوش كلهم مع بعض ويساهموا انهم يملوا كل الكؤوس دي؟ بتكلم في فرق ما بين المنع بتاعتهم وبتاعتك، ولو اتاثروا بحجم المنع اللي عندك فجسمهم مش هيقدر يستحمل، وكمان انت الوحيده اللي ممكن انها تشارك في الطقوس دي. بتبص ميان على الكؤوس وبتقول الموضوع هياخد وقت
بيعمل مراسم تكريس المانا مرة تانية، بس بيعطوهم المرة دي رئيس الكهنة وبقول لهم انتوا بتبذلوا جهد كبير في العملية دي. وبيسألوا كبير الكهنة ايه اللي جابك هنا، وبتطلب من مان تقدم شوية من المانا في الكاس ده وكمان دور من الحاكم. بيقول هو انت بتنفذي اوامر كبير الكهنة ومش بتنفذي اوامري؟ بترد مان عليا ده هيبقى شرف ليا ان انفذ اوامرك، وبيمشي من المكان. بيقول كبير الكهنة انا كنت خايف انك تفقدي السيطرة على المانا بتاعتك زي ما حصل اول مرة. بترد عليها انا اتعلمت ازاي اسيطر عليها، ما تقلقش خالص. وبيمسك كبير الكهنة كاس من الكؤوس وبيتكلم انا حاسس ان قرار انك تملك كؤوس دي مش من الحاكم نفسه، عشان كده انا اسال الحاكم واتاكد بنفسي من الموضوع. وبرضه لازم تطيع رئيس الكهنة في كل اللي بيامرك بيه. تقدر تخليني اعتمد عليكي؟ ترد عليها ما تقلقش. وبيخلصوا مراسم التكريس وبتحكي مان ان روجينا في نهاية الشتاء وصلت لسن ال 18 واحتفلنا بيها كلنا. وبيركب دميل مع مان العربية وبتقول اكيد انت مش متعود على المنطقة هنا، كمان المهمة اللي كلفك بها كبير الكهنة انك تحرسني دي اول مرة تقوم بيها، لو عايز تبقى الحارس الشخصي بتاعي لازم تيجي المنطقة هنا معايا من فترة للتانية. بيقول دميل في نفسه المهمة دي صعبة قوي. بتروح مان للسيد بينو وبيعرض يوهان الاحرف المعدنية المطبوعة اللي عملها وبيسألها ايه رايك. وبتتأكد مان ان الاحرف المطبوعة بتكون نفس الحجم وكمان نفس الارتفاع. وبيسألها شخص رايك ايه في الاحرف دي، نفس اللي عاوزاها مش كده؟ ترد مان دي حلوة قوي، انا بمنحك يوهان لقب جوتنبرغ. بيقول لوتس ايه دي شوية يا مان. بترد لازم تكون متحمس اكتر من كده يا لوتس، والاسم الاول من جوتنبرغ هو يوهان، شفت الصدفة دي معجزة. بيسألها الشخص ده مين بقى اللي اسمه جوتن. بترد عليه ده شخص عظيم كان ليه مساهمة كبيرة في صناعة الكتب، كمان اي واحد بيرتبط بصناعة الكتب يعتبر جوتنبرغ، كلهم مشاركين في صناعة الكتب. بيقول السيد بينو انا مش عايز ابقى جزء من الكلام اللي بتقوليه ده. وبتقع مان فجأة على الارض وكلهم بيتخضوا عليها. وبيتكلم دميل مع نفسه شكل كده هيعدموني لان ما حفظتش على مان، ربنا يستر. وبيحاول لوتس يصحيها وبينده عليها بس مش بترد. بعد فترة بتروح مان لكبير الكهنة وبتقول التلج قرب يدوب عشان كده عايزة ارجع البيت قريب. وبيشار رئيس الكهنة ليها عشان يجتمعوا في الغرفة السرية. بيقعد مع مان وبيتكلم انا سمعت ان وولف مات، لسه عارفين حالا باللي حصل ده، وطلبت من كاسيديد يعرف هوية العميل اللي كان شغال معاه. تقول مان يعني اللي ورا ده نبيل، وبأكد كبير الكهنة على كلامها. وبتترعب مان لانها تعتبر الهدف ليهم. وبيدي رئيس الكهنة رسالة تديها مان لامها وابوها. وبيجتمع والد ووالدة مان مع كبير الكهنة، هتقعد هنا في الكاتدرائية لحد نص الربيع الجاي. برد ابوها بس كان اتفقنا انها تقعد هنا في الشتاء بس مش موافق على الكلام ده. بتكلم كبير الكهنة ده يعتبر اخطر وقت تخرج فيه ميان وده يعرضها للخطف، وكمان المال اللي عند مان اكتر بكتير مما كنت اتوقع، والمال دي تقدر تنقذ بيها المدينة، وبسبب ده هيبقى في نبلاء بيكرهوها عشان مميزة عنهم. والشخص اللي بيستهدف مان هو نبيل، بس لحد دلوقتي ما اعرفش هو مين. وعشان كده طلبت من الحاكم والفرسان انهم يقللوا حركة تنقل النبلاء لهنا، وكمان يعرفوا كل شخص من النبلاء يقدر يخش او يخرج من البوابة. وبيسألوا ولد مان ليه بتعمل كل ده. برد عليه قلت لك قبل كده عشان احنا محتاجين المانا اللي عندها، وفي حاجه مهمه لازم اقول لكم عليها. لما مانا هيبقى عندها 10 سنين هطلب من نبيل انه يتبناها. وبتصدم اهلها وبتزعل امها عشان مانا هتسيبهم. بتكلم كبير الكهنة الامر اتحسم خلاص والقرار اتاخد. مانا عند ميان عظيمه بشكل محدش يقدر يصدقه، لكن لو ما قدرتش تسيطر على نفسها فده هيسبب خطر عليها وكمان على اللي حواليها. ولو اعتبر الحاكم ان ميان خطر علينا فللاسف ده هيخلينا نتخلص منها نهائي. تصدم ابوها تخلصوا من مين؟ دي بنتي. بكمل كبير الكهنة كلامه ده من الطبيعي لان اي حاجه خطيره بتهدد المدينه هنقضي عليها عشان نحميها، وانت جندي وعارف الكلام ده ومش غريب عليك. وعشان نمنع ان ده يحصل لازم ما انت تتعلم ازاي تسيطر على المنى بتاعتها. عشان كده نبيل هيتبناها، وقبل ما تتم 10 سنين هتقدر تقضي الوقت ده كله معاكم، لكن لما يبقى عند 10 سنين هيبقى في حالتين قدامنا، اما نبيل يتبناها او تتعدم. وبيكمل كلامه وانا عارف النبيل اللي هيتبناها وهيكون حريص انها تتعامل معامله كويسه منه. وبيكون الاب متعصب من الكلام ده ومش قادر يقول او يعمل اي حاجه عشان ينقذ بنته اللي بتدعي قدامه. بتتكلم الام احنا موافقين اننا نسيب ميان تحت رعايتك. لما عرفنا ان ميان هتعيش هنا في الكاتدرائية فكرنا انها هتسبب مشاكل ومش هتقدر تعيش لوحدها بسبب مرضها، بس ترى قالت لي ان ميان كويسه لان كبير الكهنة بيعملها حلو والخدم بتوعها بيعملوا كل اللي بتؤمر بيه، وانا متاكده انك الفتره الجايه تقدر تخلي بالك منها. بتكلم الاب بس موضوع التبني بتقطع الام كلامه وبتقول ان في متدربين بيسيبوا بيتهم لما بيوصلوا سن ال10، وانا برشح انها تقعد هنا على انها تفقد حياتها. ويبقى الاب في الاخر عشان مصلحه بنته. وبتقول ميان مش عايزه يبقى عنده 10 سنين. تاني يوم بتقول روجينا احنا لسه ما خلصناش كل التحضيرات اللي ورانا لصلاه الربيع. وتتكلم داليا رحت فين يا ميان. وفي مشهد تاني بتكون ميان قدامها نموذج لآلة طباعه وبيسالها لوتس ازاي تصنعيها. بترد عليها ناوي اعدل على طباعه عاديه الاول عشان اوصل للشكل اللي قدامك ده. وبتكلم دميل مع كبير الكهنة لو ميان عايزه تعيش بسلام لازم تقبل انها تعيش مع كاسيديد عشان مصلحتها. برد عليها بدات تدافع عن ميان شكلك كده بدات تتعود عليها وعلى الكاتدرائية.
بقول دميل كان من الاحسن ان تشكي كوزة ما كانش يكون الحارس بتاعها بسبب اللي حصل، نزلت رتبتي وكمان اتلغت خطوبتي. برد عليك بريك انت ما تعاقبتش بسبب تشكي كوزة، بس انت برضه عملت جريمه لانك ما بلغتش اي حد من النبلاء الاعلى منك باللي حصل. لما خرجت الامور عن سيطرتك كان لازم تعمل كده، وانا عارف انه هددك فلازم تبلغني فورا او تحاول حتى توقفه، كده تكون فشلت في مهمتك لانك ما عملتش اي حاجه من دي. كمان انك تقعد تتحسر انك خسرت رتبتك والكلام الفاضي ده يعتبر جريمه يا غبي. وعايز اقول لك على حاجه كمان، في اشاعات قلقاني عشان صلاه الربيع الجايه اللي هتروح حميان واكيد هتبقى في خطر، وانا عايزك ما تبعدش عنها ثانيه واحده. برد علي انا مش هفشل في حمايتها واكون قد الثقه اللي انت مديها لي. بجتمع كبير الكهنه مع ميان بقول انا مش هعرف احضر صلاه الربيع الجايه لان مش هيبقى هناك تبرعات زي اللي بنجمعها في مهرجان الحصاد. بتكلم ميان نفسها يعني هو بعتني هناك عشان مفيش تبرعات. الموضوع ده بيستفزني قوي. بسألها مين اللي هيروح معاها، بترد عليه فان وروجينا وهوجو وايلا. بتسأله احنا هنمشي لمدة 10 ايام عشان صلاة الربيع مش كده؟ انا حاسه انا ممكن اتعب في الفترة دي. بقولها انت محتاجة دواء؟ تمام. وبتكلم نفسها الدواء ده طعمه وحش قوي. بتتكلم مش ممكن تحاول تغير طعمه على الاقل؟ برد عليها هفكر في الموضوع وبديلها اسوره عشان تلبسها. بيجوا الرحلة وبقول لها كبير الكهنة للاسف مش هتبقوا 4 بس اللي هتروح هناك، وبيظهر كسديد ومعاه كاهن لابس لبس ازرق ما نعرفوش لحد دلوقتي. بتبص لمان وبقول ازاي اتعمدتي ده؟ انت حتى صغيرة في الحجم. بتتعصب مان من طريقة تعامله معاها وبتكلم الشخص ده انا عايزك تنونوي زي القطط. والكبير الكهنة اعمليها يا ستي مش هنخلص هيفضل يزن عليكي. وبتنونو فعلا في الاخر وبتعرف ان اسمه سيلفستر. وبقول له كبير الكهنة ميان ضعيفة لو فضلت تضايق فيها كتير ممكن تموت في ايدك. وبياخد التوكة من شعرها وبيقول يا ترى البتاع دي بتكون ايه؟ بتفضل مان تتحايل عليها عشان يرجعها لها تاني. وبتكلم نفسها انا بكره الراجل ده قوي وبتتعصب وبتظهر المنع عليها. ويمكن سديد وكبير الكهنة في وقت واحد وبيضربوا سيلفستر. وبتكلم انا كنت بحاول بس استفزها. وبرجع كبير الكهنة التوكة ليها من تاني وبتشكره. وبولكر سديد روح يا حبيبي يلعب مع دميل على الاقل مش هيخرج عن السيطرة زي مان. برد عليه ماشي يلا يا دميل نلعب مع بعض. بتكلم دميل ابعد عني يا عم ابوس ايدك مش عايز العب معاك. بطلب كبير الكهنة من دميل انه يشيل ميان وكمان من سيلفستر وكرسيديد انهم يشيلوا الشنط. بتتكلم ميان دميل بالله عليك ابعد عن الراجل اللي اسمه سيلفستر ده. برد عليها ما تقلقيش انا هبقى معاك على طول. بتكلم كبير الكهنة كرسيديد هو اللي هيبقى قدام عشان يدلنا على الطريق وانا وسيلفستر هنكون ورا وميان ودميل هيكونوا في النص. وبيطيروا كلهم في السماء وبتشوف ميان من فوق العربية اللي فيها فان وبقية الخدم اللي سبقوهم بشوية وبينزلوا في مكانه وبيشيل دميل ميان عشان ينزلها في الارض. بيسمعوا صوت من فوقهم وبيقول وسعوا من قدامي. بيشوفوا سيلفستر ناطط من السماء وبيعمل شوية حركات بهلوانية بيستعرض قدام الناس. بينزل على الارض وما بيحصلوش اي حاجة لا سحر ولا شعوذة يا ابو عمو. وكل الناس بتصوت وبتسقف على الهبل اللي بيعملوه ده. بتسأل مان كسديد هي صلاة الربيع ده حدث بيخلي كهنة يستعرضوا كده قدام المزارعين؟ برد عليها سيبك منه ده واحد عبيط اوعي تعلمي منه حاجة. وبيبدأ كبير الكهنة صلاة الربيع وبيشيل ميان قدام الكاس الكبير ده وبتبدأ تقول الصلوات بتاعتها والكاس بينور اخضر. بيستغرب الناس وبيطلب كبير الكهنة من كبار القرية يحضروا جرادل عشان ياخدوا المانا فيها. ولما بتخلص ميان بتستغرب من اللي بتشوفه لما بيصب كبير الكهنة المانا في الجرادل ان لونها اخضر المرة دي. وبتكلم كبير الكهنة وبكده تكون خلصت صلاة الربيع. انا بدعي ربنا انكم تعيشوا حياة صالحة وتكونوا في اتم الصحة والعافية. وبيكملوا استعراضات قدام المزارعين وبعدها بيوصلوا المكان وبتسأل ميان هو احنا فين؟ برد كبير الكهنة ده عقار البارون. وبتحكي ميان ان النبلاء اللي تعينوا بواسطة الحاكم بيكونوا مسؤولين انهم يراقبوا القرى الزراعية وبيقضوا كل وقتهم في العقارات دي في الفترة ما بين صلاة الربيع لحد مهرجان الحصاد. وبيرجعوا في الشتاء لحي النبلاء وبيسلموا التقارير السنوية والضرايب. وبيرجعوا تاني لمدينتهم وبيرحب بيهم واحد من الكهنة. بيقول لي كبير الكهنة احنا هنبدأ في تقديم العشاء دلوقتي بس المشكلة مفيش غير قاعتين طعام بس اللي موجودين. انت عايزنا نعمل ايه؟ برد ممكن ناكل كلنا في قاعة الطعام الكبيرة فيهم بس اهم حاجة حاول على قد ما تقدر تخلي مان تقعد في مكان بعيد عن سيلفستر. برد كبير الكهنة منهم روحوا غيروا هدومكم وظبطوا نفسكم وهنتقابل في قاعة الطعام. هو بيرحب خدم مان بيها وبيقول له يلا نغير هدومك. وبتروح فعلا معاهم وبتلبس لبس شكله حلو قوي. وبتقول روزينا فوجو وايلا بيجهزوا الاكل بتاعك وكمان بيحاولوا يطوروا من نفسهم عشان يعملوا اكل يعجبك. وبتروح مان لكبير الكهنة وبيتكلم كرسيديد شكلك حلو النهارده يا مان مفيش فرق بينك وبين اي سيدة نبيلة تانية وتشكره على كلامه الحلو ليها. بقول كبير الكهنة بقيت بتعرفي تتكلمي زيهم كويس عاش عليكي بس انت لسه بتعبري عن مشاعرك بكل حرية دي لسه ما عرفتيش تتحكمي فيها. بيتكلم مان نفسها يعني انا مش فاهم بيفضل يمدحني وبينتقدني في نفس الوقت وعايز نعمل ايه بالظبط. بتجمعوا كلهم على العشاء وبتكلم سيلفستر الاكل ريحته مش طبيعيه. ثانيه واحده كده ليه انت الاكل بتاعك مختلف عننا؟ وبتتكلم عشان اللي عامل لي الاكل طباخ مختلف عن اللي عمل الاكل بتاعك وكمان الطباخ بتاعي موهوب قوي. قولي لي يا مان بالله عليك انت بتاكلي ايه؟ بقول كبير الكهنة سيلفستر مهتم بالاكل بتاعك يعني من الذوق اعزمي عليه شغاله ام الجمجمه بتاعتك دي. بتتكلم مان فهمت خلاص ايه رايك اديلك نص الاكل بتاعي؟ بتعصب سيلفستر نص ايه؟ هات الاكل كله. بتعصب مان اهدى يا عم مفجوع عايز تاخد الوجبه بتاعتي
بتاعت حد فقير زيي؟ خلاص يا ستي هاتوا نصها. ويبدا ياكلوا بيعجبوا الاكل او بتقف معين وبتستاذن منهم انها تمشي وبتقول لهم استمتعوا ببقيه الاكل بتاعكم. وبيقطع كلامها سيلفستر استني يا مان عايز اتكلم معاك في موضوع الطباخين ده. وبتقعد معين وبتحكي ان الطباخين اللي بنستعين بيهم بيجوا من مكان تاني وكمان ما اقدرش اخلي حد منهم يشتغل عندك، دي مش شغلتي. بتكلم سيلفستر بما ان الموضوع كده خلاص انا هتكلم مع شخص مسؤول عنهم. مين هو بقى؟ بتقول مليان انت لو طلبت ده منهم هيفكروه امر منك لانهم مش هيقدروا يرفضوا اي طلب من النبلاء. في موضوع مهم كمان هيكون موجود طباخين كتير عشان في مطعم هيفتح قريب هنا وارباح المطعم اكيد عارف هتبقى كتير وكمان هيشارك ناس لتقليل الطباخين. لو انت حبيت الاكل بتاعهم ايه رايك تكون واحد من الممولين للمشروع ده؟ بيفضل يفكر وبيوافق في النهايه وبتشكره ميان لانه هيساعدهم. وبتحكي ميان انهم طول الليل فضلوا يعزفوا على الهرشبيل وبقف كسديد بما ان كل واحد فيكم بيستعرض الموهبه اللي عنده فاسمحوا لي اعرض موهبتي. وبيبدا يبارز بالسيف مع دميل وبيقوم سيلفستر وبيبارز دميل. بعد لما بيخلص بيسال ميان انا مستني رايك قولي كلام يعجبني زي مثلا ما شفتش حد بيبارز بالقوه دي زيك. بترد ميان كان ادائك رهيب عاش عليك. بتكلم انا حاسس ان ده مش من قلبك ارجع قولي من تاني. وبتقول انها اتجبرت تمدح فيه 3 مرات لحد لما زهقت. وبتحكي ميان في اليوم اللي بعده قدم كبير الكهنه كاس فيه المنى بتاعتنا لحد من زعماء القرى وكمان زرنا 5 عقارات شتويه في يوم واحد بس. وبتكلم كبير الكهنه هنروح نزور الفيكونت غيلاراج بس هنروح بعربيه مش بالحيوانات المجنحه. وبيقدم كبير الكهنه وشاح عشان تخفي وشها. وبتكلم ان الفيكونت غيلاراج مهتم قوي بيكي عايزك تزوريه ساعه صلاه الربيع. هو شخص مقرب لرئيس الكهنه اهم حاجه خدي حذرك منه. وصلوا هناك وبيشكرهم الكونت غيلاراج انهم سافروا مسافه طويله علشان يوصلوا. وبيتكلم هي دي بقى الكهنه المتدربه اللي سمعت عنها؟ ايوه صحيح هتباتوا هنا مش كده؟ برد كبير الكهنه لا انا بات النهارده عند الكونت. ويمشي من المكان وبتحاول ميان تنزل من العربيه وبتقول انا بطني وجعاني شكلي كده كترت في الطعميه هناك. برد لازم ترتاحي وتنامي بدري النهارده وهسيب الدواء بتاعك اللي عملته مع فان. وبتشكره ميان وبتروح عشان ترتاح. بتقول دي غرفه حد من الخدم بس ايه مريحه قوي مفيش فرق ما بينها وبين الموجوده في الكاتدرائيه. وبتنام ميان وبتصحى فايقه تاني يوم وبيخبط فان وبيقول صباح الخير في حاجه مهمه عايز اقولها. كبير الكهنه عايز يشوفك حالا. بتروح فعلا تقابله وبيديلها اداه تمنع اي حد يتنصت عليهم. بيحكي فيها قطاع الطرق دخلوا البيت امبارح في وقت متاخر شكلهم كده كانوا عايزين يخطفوكي. في شخصين حاولوا يدخلوا اوضتي. وبتكلم ميان نفسها انا فهمت دلوقتي اكيد ما توقعوش ان الشخص اللي عايزين يخطفوه يكون نايم في اوضه الخدم. وكرسيديت حاولت اقبض عليهم لما شفتهم مسكت واحد فيهم وسلمته لفرديناند وبعدها رحت ورا التاني بس قدر في الاخر يركب الحصان ويهرب من المكان. كنت هلحقه بس للاسف الحصان بتاعه اسرع مني. بيتكلم سيلفستر الشخص اللي قبضنا عليه انتحر لما كان بيحاول فرنانداند ياخد اسلحته منه. والكبير الكهنه فكرنا اننا ما نقولش ليكي عن اللي حصل بس فكرنا سوا وقررنا ان من الافضل انك تعرفي اللي بيحصل بالظبط عشان هما بيستهدفوكي. وانا متاكد ان اللي ورا اللي حصل ده الكونت غيلاراج. عايزك تاخدي بالك من نفسك الفتره الجايه. بتقول ميان مش ممكن اللي عمله ده الكونت لايز. بتكلم كاسيديد مستحيل انه يعمل كده ويأذي حد جاي معايا وكمان ده بيت عائله امي. بتكلم نفسها اكلت الفطار بتاعي بصعوبه بسبب الكلام اللي سمعته. يا رب استرها معايا الفتره الجايه. الحلقه النهارده ابطال مشوقه جدا ومؤثره. يا رب ابطال يكون اللي عجبكم. يا ريت كلنا قبل ما نمشي نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان معكم احمد رمضان اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.